اهلا بكم في حاجه جديده من قناه فخراني. النهارده معاكم فيديو جديد معانا العظيم الجميل القصير الطويل النحيف التخين. معانا النهارده يوسف فاروق ورا الكاميرا. راجل شوت اوت. الراجل ده تعب معانا كتير قوي يا جماعه. يا عم الجميل. الراجل ده تعب معانا كتير قوي يا جماعه. الراجل ده انا عايز اقول كلمه في حقه. الراجل ده هيفضل معانا ان شاء الله لغايه الاخر لانه بدا معانا من اول فيديو بودكاست قعد زملكاويه انا اصلي لا انت مش حمله ده مش حمله. خلاص هنحط صوره اللي هو قصدي عليها. انا حطها مدوره كده. طيب النهارده هنتكلم على حاجات كتير جدا. قلنا فاروق اول حاجه هنتكلم عليها لاني مش فاكر انا كاتب ايه. عدم لعب مباراه القمه. اول حاجه خلينا دخلنا في السخنه على طول. ليه ما لعبناش مباراه القمه؟ عايز اسالك هنا السؤال قبلها. يعني احنا ما كناش عارفين ان ماتش سيراميكا بعده هيتلعب. خلاص الزمالك خد قرار. انت رايك ايه؟ كنت في القرار ده الاول. انا برضو كنت في قبل اول من الاداره قال القرار كنت حاجه، وبعد ماتش ساعه ماتش سيراميكا كنت حاجه ثانيه. بص، هو قبل الماتش اللي هو قلنا ايه، الزمالك مش هيكمل الدوري غير لما الاهلي يلعب المؤجلات. تمام. انا وانت اكيد كنا موافقين على الكلام ده. طبعا ماشي. وانا كنت موافق. انا عملت فيديو قلت ان انا تمام ومعاكم. انت دلوقتي تلعب الماتش اللي بعديه فلا. وانا اصلا ما انا مش قصدي كده على اللاعب. اسمع بس، ما انا هكمل. انا اصلا يعني طب ليه ما تلعبش ماتش انا القمة؟ فاهم بس الجمهور كله عمل كده. ليه بقى ما تلعبش انا ماتش قصدي القمة؟ انسى ان احنا ما لعبناش ماتش سيراميكا. ماشي، انا بتكلم دلوقتي على ماتش القمه. ليه ما لعبتوش؟ يعني انت اصلا ضد من الاول خالص انك ما تلعبوش. لا انا كنت نلعب فيها ايه لو خسرنا. انت كنت عايز تلعب الماتش. يعني انت كنت ضد ان هو يقولوا لما يلعب مؤجلات انا هلعب. انت كنت ضد الحته دي في الزمالك. يعني طبعا. انت ضد البيان الاول خالص اللي نزل اللي كان فيه بيعلق على اخطاء التحكيميه بتاعه المصري، والحته الثانيه اللي كانوا بيتكلموا فيها على مشكله الاهلي. طبعا. يعني انت من الاول ضد المجلس اصلا. حتى وطبعا بعد سيراميكا اتاكدت اكتر واكتر. بالظبط. انا عكسك تماما. انا في الاول كنت مع المجلس لان شايف ان ده الصح وان احنا مش خايفين نلعب الاهلي. بس اللي اتضح بعد ما حصل المشكله دي ان احنا لا، كنا واضح ان كان في خوف ان احنا نلعب الاهلي. واضح ان كان في خوف طب انا هسالك سؤال. انت دلوقتي نفسي تسالني سؤال بقى 4 حلقات. بص، انت دلوقتي لعبت ماتش القمه. ماشي. خسرته. ماشي. هل هيأثر في حاجه؟ لا مش قصدي حاجه. انت كده الدوري ضايع. ايوه، ما انت كده رايح كونفدراليه. بس على فكره الماتش ده ما كانش هنخسر. انا اتوقع لو كانت لعب كان على الاقل 50-50. ايوه. طب ليه بقى ما تلعبوش؟ يعني انت ضد المجلس اصلا من الاول. ايوه. طيب ايه يعني انت شايف ان حصل هرجله في المجلس ملهاش داعي؟ وهرجله على الزمالك ملهاش داعي بس مش ضد برضو ان رد رابطه الانديه علينا ان هو قالوا ان هو الزمالك مش عايز يلعب براحته ما يلعبش، ورد اللي هو حسيتنا ان احنا ملناش لازمه في الدوري. ان انت فريق زيك مع احترامي لكل الفرق زيك زي اي فريق تحت في النص الثاني في الدوري. يعني في الفرق القليله. انت دلوقتي في النص الثاني. ماشي، انت دلوقتي في النص الثاني. انا هشيل الحته دي في المونتاج وش يعني. بس انت دلوقتي في النص الثاني. بس انت دايما يعني خد بالك الكره المصريه بيتعاملوا معامله اكيد غير لما هتلاعب. لا، في مصر في طبقتين، الاهلي وال17 فريق التاني. طرطش على الكلام. بس ايه في الحلقه بقى يا ابني؟ بس هو علام جاب النهايه. طب والله انا احنا مش عشان زملكاويه، بس ده النهايه فعلا. هو ده نهايه الحوار. الراجل ورانا يا حبيبي تعالى نشهده. أيوة. يا فاروق دلوقتي انت بعد الماتش واحد ضربك بالقلم وسبلك الدين وشتمك بامك، اقل حاجه هياخدها كام ماتش؟ لا يعني يقعد مثلا شهر مثلا ما يلعبش. اللي هو كام ماتش يعني؟ كام ماتش؟ 4. ايوه مش في ماشي استنى. هو خد بقى ماتشين ماشي واتغرم 20,000 جنيه. راح نادي الاهلي بقى ايه غرمه 50,000 جنيه. ماشي، اللي هو النادي الاهلي شايف ان هو عمل ماشي. اسمع بقى، راح ايه الشيبي راح لمحكمه. الشيبي ده اللي اتضرب. لعيب من بيراميدز مغربي. ماشي، راح اشتكى في المحكمه. قالوا له انت بتشتكي ليه ومش عارف ايه. قالوا له انتوا ما ادتنيش حقي. لا حقه يشتكي. ماشي. المهم اشتكى في المحكمه. خد سنه اللي هو اللي ضربه. خد سنه وتوقف من اللعب. طب ماشي. لا ما توقفش من اللعب. خد سنه مع ايقاف التنفيذ. يعني مع ايقاف التنفيذ اللي هو في السنه دي. ده في القانون. السنه دي عمل مشكله بيتحبس. و5 سنين ما يبقاش ليه اي عضويه في اي نادي، ولا يبقى ليه اصلا زي ما يقول ايه عضو او مثلا رئيس ناشئين او كده. ما ينفعش. حلو الكلام. يعني المحكمه غلطته
فبعدها الاتحاد رجع خلاه 8 ماتشات ليه؟ اللي هو اللي اتضرب خلاه 8 ماتشات، والتاني اللي ضربه خد ماتشين. يعني اللي اتضرب ما لعبش 8 ماتشات، واللي اتضرب خد ماتشين. فانت رايك ايه في الحوار؟ اللي ضرب خد ماتشين واللي اتضرب خد 8. طب اللي اتضرب هو ذنبه ايه اللي اتضرب؟ عشان راح اشتكى للمحكمة. لا ده عته بقى. فانا بقول لك الدوري المصري ماشي ازاي. انا برضو في حته اللي هو ايه، تمام ممكن نقول الاهلي بيتجامل، بيبقى فيه مجامله، بس انا ماشي جمهور الاهلي يقول لك ايه، طب انا هو هيقول لك ايه لما تيجي تقول له يا عم انا مال الاداره الاتحاد بيجاملني، هو برضو مال، هو انت الزمالك لو الاتحاد بيجامله هيتكلم؟ لا بس احنا بنتكلم كعموما ان في مجامله بتحصل، ومجامله يعني شفنا في ماتش مصر بعض الناس حتى زي ما بيقول لك الكوره ما دخلتش. انا بقول الكوره ما دخلتش بقى كمان، بس في مشكله تانية. لا كره الماتش انا اتفرجت على الماتش ده، الكوره دخلت. طيب. بس خلي بالك في حاجه، دخلت او ما دخلتش المفروض تتعاد. باهر المحمدي دخل منطقه الجزاء قبل ما تتشاط، تمام. فانت خلينا بقى احنا دخلنا في حته ثانيه، خلي انت ضد خالص قرار مجلس الاداره. طبعا. هل انت بعد الموقف ده دعمك، احنا طبعا من اول يوم المجلس ده جه فيه احنا بندعمه، هل انت دعمك قل؟ لا ما خلي بالك كل يعني مجلس، هل انت اسمع بقى يا عم اسمعك كل مجلس وليه غلطات. ماشي دي غلطته. بعد كده بقى هل هيظبط الكلام ولا لا؟ يعني هل هيظبط ومش عارف ايه وهنمشي صح وزي الفل؟ هل انت هتقطع الاستاد الفتره الجايه؟ هتقطع؟ مش هروح هتتفرج على الماتشات عادي بس مش هتروح. زي ما الوايت نايتس اللي هو كورفا سود نزلوا ان هم مقاطعين الماتشات الفتره دي عارف لو كنا رحنا الماتش ده كنا عارف كنا اتنين في مدرج كامل، كنا هنبقى نكبر على عارف انت المجنين اللي بنعملهم في المدرسه الحركات هنعملهم بقى من الاستاد. زيزو امبارح حصل قال لو احنا نلعب كل ماتش زي ماتش سيراميكا ده اللي ما كانش فيه جمهور ما نلعبش احسن، فاهم؟ فهم الجمهور بيفرق معاهم جدا، والجمهور هو اي نادي الجمهور بيفرق معاه. بس مع احترامي نادي الزمالك احنا دايما في مستوى قليل او دايما بيبقى عندنا مشاكل، فلما الزمالك بيحصل له حاجه والجمهور، فالجمهور هو الوحيد الداعم، ما هو انت مفيش حاجه داعمه تاني، انت مين هيدعمك؟ فاهم؟ طيب يعني انت ضد المجلس القرار ده حتى الان لغايه ما يصححوا المسار؟ جدع. انت شايف كده لغايه دلوقتي؟ انت بقى شايف ايه؟ انا شايف بص، انا قبل ماتش سيراميكا يعني في ماتش الاهلي لما اتقال انا كنت مع الحكايه دي. انا الحاجه الوحيده كنت مضايقني ان انا كنت حاجز الماتش، انا وانت كنا حاجزين الماتش، فالحوار ده كان نفسي الماتش يتلعب عشان اروح مش عشان حاجه. بس طبعا لما قريت وتمام وقرار المجلس وكل الكلام ده، لا هو المجلس عنده حق برضه. انا المجلس البيان قال لك انا مش هلعب غير لما الماتشات المؤجله بتاعه الاهلي تتلعب، ده الطبيعي صح؟ مش انت في الدوري الانجليزي عارفين يا باشا احنا جدول المباريات في الدوري الانجليزي نزل عندهم قبل الدوري ما يبدا ب 22 يوم كله. ده انتوا في متعه، احنا مفيش كده. عشان في اتحاد كوره، عشان في الغلطه من اتحاد الكوره في الاول خالص. ايوه عدم، يعني انت ضد المجلس وكل الكلام ده، انا مع المجلس. بس بعد ماتش بقى الاهلي ده ولقيت ان هو هيتلعب ماتش سيراميكا، طب ما انتوا ليه بقى ما لعبتوش عملتوا القلق ده ليه بقى؟ والهرجله ومدحت شلبي طلع يتكلم، ويعني القلق طلع يتكلم، وانت عملت ليه القلق ده؟ مؤاخذه. طيب يعني احنا الاثنين يمكن انت متفقين مع بعض بنسبه 50% في حاجه. تقريبا. طيب تاني حاجه هنتكلم عليها يا فاروق بعد اذنك، ده لو وقع انت هتسبب رد فعل الجمهور على لاعب مباراه سيراميكا. هل انت شايف قرار احنا الوايت نايتس نزلوا بيان زي ما الزمالك نزل بيان كبير جدا بيتقال فيه ملخصه ان احنا مش هنحضر ماتشات الزمالك الفتره الجايه، انت شايف القرار ده ايه؟ يعني قرار انا هقوله قرار سلبي للنادي، تمام ماشي، بس كويس للي بيتفرجوا اللي مش بيروحوا الاستاد، عشان الوايت نايتس بيمثلوا اللي هو الجمهور في مصر كلها بتاع الزمالك. اعمل ميوت بقى لما ماشي. اللي هو انا مثلا بتفرج صح تمام ماشي، المجلس الاداره غلط ماشي كده، يعني هم عملوا الحاجه الصحيحه. يعني انت مع الالتراس ان هو ما يروحش الاستاد؟ انت شايف يا فاروق؟ لا مهما كان، يعني حتى بتشوف الانديه بره مهما كان الفريق صغير كبير اي حاجه ما بيسيبوش النادي. هو برضو انا بقى يعني عندي مشكله، انا طبعا بعشق الالتراس نايتس، بس الفكره في حاجه ان هو احنا بنشجع لوجو نادي الزمالك. ايوه ماشي، بس لما حاجه بنشجع اللي بيحصل. طب مع احترامي احنا مرتضى كان مبوظ الدنيا، بس هم بيقولوا من وجهه نظر تانية ان هو المجلس تخاذل، فاحنا ده عقاب يعني المجلس. ايوه ما انت هتعاقبه علشان عقاب للعيبه، عشان يفوق. اللعيبه ملهاش دعوه، عشان مجلس الاداره يفوق من اللي هو بيعمله، اللي هو كل غلطه هتتحاسب عليها. خلي بالك برضه انا في حته ما اتكلمتش عليها في ماتش الزمالك والاهلي، اللعيبه زيزو امبارح كان طالع مع لقاء ابراهيم فايق قال لك اللعيبه كانت جاهزه، جوميز كان جاهز ان هو يدير المباراه، يعني كل حاجه كانت جاهزه.
ايوه ما هم كانوا وبعدين مستنيين كلمه حسين لبيب. ايوه حسين لبيب برضه عمل حاجه ملهاش لازمه، ولما اتسال فيها بعدها قال لك الحرب فيها مناورات، قال لك هنخش معسكر مغلق، قبلها بيومين، بيومين بالليل، تاني يوم الصبح قال لك المعسكر اتلغى. يا حبيبي لا، هم لعب، هو جه قبل المعسكر وكلمهم بس. لا عمل معسكر مغلق يوم، مش الماتش كان الاثنين، كان الثلاث، عمل معسكر مغلق يوم الاحد بالليل، عمل معسكر مغلق الاثنين الصبح المعسكر ده اتلغى قبل البيان ما ينزل. ما هو لما كلمهم الصبح ده كان في معسكر قبلها شغال، كلمهم بقى ولغى المعسكر. أيوة في وقتها فاهم. فلما اتسال بعدها المتحدث الرسمي اللي انا الصراحه كلامه مش بيعجبني، اللي هو الراجل احمد سالم. لا ده التخين، في واحد تاني كده ابيضاني ورفيع لا عنده على ايوه يا عم يعني مش تخين يعني هو كلامه ما عجبنيش شويه، بيقول لك الحرب فيها مناورات، لا احنا مش يعني هتقول في معسكر وبعد كده تقول لا المعسكر اتلغى، حاجات غريبه جدا. طيب انت شايف برضو ضد ولا مع قرار الالتراس؟ احنا هنجيب من ناحيتين، انت سيبك احنا بنحضر ماتشات، اكيد احنا نفسنا نروح الزمالك، واكيد نفسنا نروح الماتشات، واكيد نفسنا نعمل كل حاجه، بس انت كالتراس منع الالتراس، هو يعتبر الجمهور قرصة ود. انا شايف ان دي قرصة ود للاداره. هل انت متوقع ان ماتش فاركو، هم كمان نزلوا بيان ان ماتش فاركو في استاد الجيش في برج العرب مش هيحضروه برضه، فانت شايف هل الماتش الثالث مثلا اللي هو الجاي ممكن يعني على ماتش قوي زي بيراميدز الاسماعيلي الزمالك يرجع، وطبعا هيبقى فيه تفاوت ضد الاداره، وطبعا هيبقى الكلام ده هو كده ده بيحصل. فاهمني؟ انت شايف ان يعني انت مش مع ولا ضد، انت تمام يعني شايف الموضوع تمام. انا الصراحه مع قرار الالتراس جدا، ان هو زي ما انت قلت كنت هقولها ارسنال وين، اللي هو لا في انت هتغلط هتتحاسب، احنا هنحاسبك، انت مش هتغلط كده والزمالك هيروح. بس انا برضو من ناحيه تانية بقول طب انت بتشجع كيان نادي الزمالك، انا مهما كان ممكن اقول انا مش هتفرج على الماتش بتاع، بس انا هتفرج على الماتش كده كده، اصل ده نادي، انت بتشجع نادي، فدول يعني احنا كده بقى برضه حسيت بجمهور الاهلي شويه، اللي هو انا نادي بيخسر نادي بيقع لما ما بشجعوش. لا احنا ما بنعملش كده، هو الزمالك خسر فين علشان ما نشجعوش؟ لا بس انت على طول بتشجعه، بس قصدي اللي هو ايه، مش عارف، هي وجهه نظر غريبه برضه يعني، تختلف او تتفق، بس يعني موضوع غريب برضه شويه انا مش فاهمه، ومش يعني مش مع ولا ضد، يعني مش اول مره في موضوع مش عارف اقول انا مع ولا ضد. برضو اللعيبه هتتاثر بعدم وجود الجمهور اكيد. ماتش سيراميكا انا كنت بتفرج، عملنا اداء كويس جدا في الماتش ده هنتكلم عليه، بس مفيش متعه خالص، مفيش كورفا سود زي العاده كده وشجعناكم، فاهم، مفيش اغاني. طيب خلصنا لعب مباراه سيراميكا واتكلمنا على النقطتين دول، هنتكلم على ايه تاني يا فاروق؟ مشوار الدوري. مشوار الدوري احنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، هنتكلم بقى عليه النهارده عشان هنقفله خالص، مش هنتكلم فيه تاني. مشوار الدوري انا اتذليت من لساني وقلت الحلقه اللي فاتت ان الزمالك قادر على حصد الدوري المصري. انا بقول ان في امل في الدوري. كام في المية؟ 50 60%. وندمت بعدها كتير جدا، عيطت وبتاع يعني، ندمت بعد الكلام ده كده. بس ندمت. عايزين نرجع بقى واقول لك انا قلت لك ايه. في ايدك الدوري، مش في ايدك الدوري، في ايد الاهلي، علشان الاهلي ليه ماتشات اعلى وفوقيك ب6 نقط. ان علام قال لي استحاله، قال لي ساعات نكسب الدوري. على فكره فلاش باك بقى هنا. نظريا دلوقتي على الورق الزمالك يكسب الدوري فعليا يا حبيبي، ولا فعليا ولا رقميا يا حبيبي. انت لو كسبت كل ماتشاتك هيكون الفرق ما بينك انت وبيراميدز اللي الاهلي ليه ماتشات هيكون فرق 13 نقطه. انت على الامل ان الفرق اللي قدامك تقع. ايوه ماشي، انت ليه هتعتمد على الفرق الثانيه؟ لا بيراميدز مش تقع، ما كانت هتقع قدام سموحه يا حبيبي. ماشي الماتش ما كملش، ماشي، ما هو الماتش هيكمل منه 40 دقيقه بس. ايوه هو بيراميدز هيكسب، بس الماتش كان يعني قصدي الماتش ده لو كان كمل يا حبيبي كان ناقص 40 دقيقه من الماتش كله وتقول لي كان هيقع. ما هو الاهلي ممكن حط المايك في البلعوم سامح فادي عضل. النهارده الاهلي شفناه، انا 4-0 طلع الجيش الاهلي بص خلينا بقى نتكلم كأننا اهلاويه. مره كتب لي من الكومنتات عايزين قعده اهلاويه. هنتكلم بقى على الحته دي. اخونا مارو ما اقدرش اسلم عليه الصراحه. ليه؟ اخاف. طيب عبعاطي حط لكم صوره مره مش هطالع. طيب هتخافوا الكاميرا هتروح. انت شايف الدوري اقرب للاهلي ولا بيراميدز؟ الاهلي. اقول لك ليه؟ ليه؟ عشان اتحاد الكوره. لا سيبك من اسمعني اسمع يا ابني. بص يا اخويا، انت دلوقتي ايه؟ اتحاد الكوره مع مين؟ مع الاهلي ولا مع بيراميدز؟ ماشي مع الاهلي. ماشي، انا هقول لك حاجه.
ماتش زي بتاع سموحه المفروض بيراميدز يكسب 2-0 علشان دي حاجه اسمها حاجه قهريه. ايوه ماشي. الحاجه القهريه دي لو انا على ارضي ماشي وحاجه حصلت يعني الاستاد ولع او اتحرق او مش عارف ايه، الفرقه الثانيه هتكسب 2-0. يا بيراميدز يعني بيراميدز المفروض يكسب 2-0 وبيراميدز راح اشتكى في الفيفا. ماشي. انت فاهمني؟ فقالوا له هنكمل لك 40 دقيقه من المباراه. وطبعا بيراميدز مش موافق. انا عايز مفيش ولا نادي في الدوري موافق على اتحاد الكوره. البنك الاهلي المقاولين، البنك الاهلي المدير الفني بتاعه كابتن طارق مصطفى، بيراميدز، البيراميدز والاهلي. ماشي. فاللي هو اي حاجه هتحصل هتكون مع الاهلي مش مع بيراميدز. طب سيبك من المجاملات. بيراميدز لا الاهلي يا عم انا بتوقع فوق من الاتحاد الكوري. الاتحاد الكوري يا سيدي يا عم هيبقى نظيف ومش هيجامل الاهلي حتى لو الاتحاد الاهلي اللي هيكسب الدوري. لو الاهلي كسب كل ماتشاته وبيراميدز كسب كل ماتشاته يعني الاهلي هيبقى الاول فرق نقطه. والاهلي لو ما بيقف مش هيقع. ماشي طب ما هو الاهلي ليه ماتشين مع بيراميدز، هل تتوقع ان الاهلي ياخد 6 نقط من الماتشين؟ هياخد 4. انا متوقع كده تعادل ماتش الا لو ما اتهزمش ماتش. يعني انت لو شايف مش هيخسر. لو الاهلي لعب بيراميدز اسمع بس، انا دايما عندي وجهه نظر، الزمالك كعبوا على بيراميدز، الاهلي لا. ده دايما وجهه نظري في اي حاجه. فالاهلي ده كان زمان، ده كان اسمع ده كان زمان لما كان زمان ايه اصلا الموسم اسمع الموسم اللي فات كسب بيراميدز 3-0 شيكابالا لما حط الجول من بره. ايه يا اسطى؟ ايوه ماشي. طب ما الاهلي كسبه، ما لسه كسبه في كاس مصر برضه. ايوه طيب عايز ايه؟ تعالى هات تاريخ المواجهات من هنا لهنا، شوف بقى الاهلي هتلاقيهم قد بعض. ليه بقى؟ علشان قبل كده بيراميدز كان معاه سكواد جامد فشخ. ما انت كنت بتكسبه يا اسطى. ايوه ماشي. طب كمل احنا كنا بنقول ايه؟ بيراميدز الاهلي، انت متوقع ان الاهلي يكسب؟ حتى لو فرق لا. طيب انت في الماتشين دول مش ممكن الاهلي يكسب ماتش ويخسر ماتش؟ لو كسب ماتش وخسر ماتش انت موقفك ايه؟ الاهلي. يعني انت كده الاهلي. انا بقى من وجهة نظري طبعا الاهلي، بس الاهلي عارف هيجيب البطوله ازاي من الاخر. يعني عارف الاهلي هياخد الدوري ازاي. سيبك بقى من المجاملات والشغل ده، الاهلي عارف هيتصرف ازاي، عارف هيجز امتى وهيشد امتى. الاهلي بيفكرني مش عايز اتكلم بقى مانشستر سيتي. لو طلع الاول فاروق، لو طلع الاول مانشستر سيتي شكرا ما بينزلش. حاول تسحبه بقى. الوحيد اللي عرف يسحبه في مره في موسم ليفربول عرف يسحبه، لكن انت الاهلي لما بيطلع الاول ما بتعرفش تسحبه، فاهم؟ فانت من وجهه نظرك الاهلي صعب على بيراميدز. لو خد، انا متوقع لو الدوري خدها بيراميدز هيبقى الصراحه اول نجاح في بيراميدز. اعتقد هيبقى ناجح اكتر من باريس سان جيرمان. يعني بجد والله. ليه ما باريس سان جيرمان عنده كميه دوريات؟ مش ناجح باريس سان جيرمان، مش ناجح. الدوري الفرنسي ده ما بيتفرجش عليه غير تقريبا ما حدش بيتفرج عليه. فايزه ودلوقتي مش هتتفرج عليه. لا يا اسطى الدوري الفرنسي ده يعني لا ما هتتفرج عليه عشان ابنها التاني. لا ما هو بيقول لك هيروح طالما امبابي راح. هيروح ريال. في احتمال برضه يروح زي ما رونالدو كده بيتنقل مع رونالدو. فالمهم احنا بنخش في مواضيع غريبه قوي. يعني انا شايف لو بيراميدز خد الدوري هتبقى مفاجاه جامده جدا، ويا ريت عشان الاهلي ما يزيدش يزيد في الدوريات. حبيبي انت مش هتعرف تلحقه. مش هعرف الحقه بس يعني خلاص. يعني الفرق لما يبقى 100 دوري انت هتبقى فرحان. لا بس كسب 100 دوري انا كسبت واحد. عارف ايه اللي يبين لك ان الدوري ده ضعيف؟ ان اكتر واحد واخد الدوري 44 مره، المركز اللي بعده الزمالك واخد 14 مره. انت متخيل يا فاروق الجاب؟ يعني الدوري الانجليزي مين اكتر واحد واخده؟ يونايتد صح؟ 13. مين اللي بعده؟ السيتي 8. فرق حاجات بسيطه. 44 خمس الدوري ده بتاع المصري كان فيه 18 وكان فيه 20 فريق. فيها خمس فرق بس اللي واخده الدوري في التاريخ. طيب خلاص احنا اتكلمنا على مشوار الدوري. انت متوقع الاهلي؟ الزمالك صعب. نتكلم على الزمالك بقى في مشوار الدوري. هل الزمالك بقى سيبك من الدوري هيلحق مركز؟ هو كده داخل الكونفدراليه، ولكن مش عايزين نخش الكونفدراليه احنا مركز 8 مفنشين سابع او مفنشين سادس. هل انت تتوقع الزمالك هيفنش رابع او خامس؟ في الحدود دي يعني. يعني تتوقع الزمالك يفنش رابع مثلا؟ خامس. يعني انت قول لي كده اخر الدوري مين الخمسه؟ ماشي. الاول هات لي من خمسه بقى، هات لي من خمس للاول. الزمالك فرقه الله اعلم هتكون مين. بجد والله. بجد والله. المصري. دي توقعات يا عم. لو نكسب المصري. الثالث المصري. الرابع ممكن نقول فيوتشر. ممكن. ماشي يبقى الزمالك فيوتشر المصري بيراميدز الاهلي. حلو قوي. يعني انا متوقع بقى توقع غريب قوي. الخامس البنك الاهلي. البنك الاهلي عامل موسم جبار والله يا جماعه. اللي متابع دوري مصري البنك الاهلي لسه رازع المقاولين 4-1.
البنك الاهلي والله يا جماعه كابتن طارق مصطفى ده في المغرب كان واخد فريق ضايع طلعه مركز رابع واهله الكونفدراليه فاهم، فممكن يعمل مفاجاه مع البنك الاهلي. بس طبعا بهزر يعني، البنك الاهلي مش هيبقى خامس يعني. الخامس هو اعتقد المصري، الرابع الزمالك، بس لا المصري قال لك المصري هيروح كونفدراليه. يعني المهم مش هتوقع انا مش هتوقع. اول قال ياخد الدوري برضه انا معاك. طيب ايه اللي بعدها يا فاروق هنتكلم؟ اقتراب بن شرقيه. زيزو عدم تجديده حتى الان. انا الحته دي ضفتها امبارح وانا بتكلم وانا بتفرج على الحلقه. انا عايز اخد صوره. طيب زيزو اتكلم امبارح، انت شفت الحلقه؟ طيب زيزو اتكلم في تفاصيل كتير امبارح ان حتى الان ما قعدش معاه. طبعا قبل ما المجلس يجي لو تفتكر احنا كنا بنتكلم في ايه؟ تجديد زيزو وفتوح فتوح تمام ضن. زيزو نجم الفريق الاول ويجي يجدد لك لمين؟ لمحمد صبحي. لا بس لا انا شايف تجديد محمد صبحي ده صح. لا انا شايف محمد صبحي بيصد صدتين لا بس بيخش فيه جوان هبله قوي. لا بس انا شايف محمد صبحي اخر كام ماتش بعد مشكله عواد محمد صبحي اتحسن. على فكره في لعيبه كتير في الزمالك اتحسنت لو نلاحظ مع الفرقه الكبيره. يعني هو حتى زيزو قال امبارح قال لك لما التدريب بيبقى فيه لعيبه نجوم كبار كل واحد بيبقى عايز يبقى ايوه احنا شفنا عمار على فكره، عمار ياسر لعيب كويس جدا لسه طالع من الناشئين. يا ابني ده جاب جون في اهلي جده. وانا اتكلمت على محمد عاطف اللي لسه جاي الزمالك ده. محمد عاطف ده هيبقى لعيب خطير وهتشوف. يا عم بيلعب انا باشا بعت له الفيديو اللي بتكلم فيه حلو، بعته له محمد عاطف، بعته له على الدي ام ان شاء الله يرد يعني. والله سبسكرايب ولا انا محمد عاطف ده انا هدعمه لغايه ما يبقى حاجه، ولو بقى حاجه وما حدش عرفني. طيب هيروح الاهلي يبقى نجم ومش عارف ايه. بس قلت راح الاهلي بقى انا صفاقسي انا مش دعوه. طيب حكايه زيزو انت شايف الفكره في ايه هنا؟ هل هم سايبينه في الاخر ويعملوا بقى حركه ولا يا عم نجدد له يا عم، انت خسران حاجه؟ انت شايف من وجهه نظرك ايه الحوار؟ زيزو قال ان لا لسه ما فيش قعدت معايا بس ان شاء الله انا كده في الزمالك. بيخلصوا القعده كده. بس قال انا لو في حاجه، ما هو على حسب الفلوس اللي بيخلص معاه كده ده بيبقى تمام، الفلوس قشطه يعني اكيد بيبقى فيه تظبيط قبلها. فانا شايف زيزو اتاخر قوي. زيزو بيقول انا مش هطلع من نادي الزمالك غير لو اقدر افيد نادي الزمالك. في الحته اللي انت فيها دلوقتي دي انت عليك مشكله القيد، ومش عايزين نتكلم فيها النهارده الصراحه. احنا اتكلمنا فيها كل الحلقات عاملين نكتب القيد. ف مشكله القيد انت عليك 2.5 مليون دولار مليون دولار لخالد بوطيب الله يرحمه تمام. فهل انت راكن زيزو عشان تضطر تبيعه ولا هيبقى فيه تجديد؟ هيجدد له. ما اصل انت حتى لو عايز يبيعه هيبيعه ببلاش. ايوه بس هل انت هتتوقع ان هو هيجدد له ان الاداره عايزه كده ولا عشان الجمهور ما يقلبش على الاداره من الاخر؟ اكيد يعني لما يكون عندك مثلا كريستيانو رونالدو في فرقه اكيد انت مش تبقى عايز تمشيه. اكيد بس انت ممكن كريستيانو رونالدو لو مشيته يفيدك بفلوس كبيره جدا. زيزو لو مشيته، زيزو كان مطلوب فيه 7 مليون و8 مليون 12 وطلعت ل 12 فعلا. فزيزو مطلوب فيه رقم بالنسبه للدوري المصري رقم. 12 مليون دولار هيحلوا لك ازمه ولا مش هيحلوا لك؟ هيحلوا لك بس انت هتخسر نجم الفريق. ما هو انت هتخسر نجم الفريق صح، وصعب تعويضه. انت حتى الان ما عوضتش بن شرقي. اي نعم مصطفى شلبي بدا يجيب هيقول لي بقى ايه دونجا ولا هو طارق حامد ولا هو امام عاشور. انت شفت الفيديو بتاعي؟ ده انا ثبت لك الدين. اصل دونجا ده عارف لما تشتم حد عشان توصل له. لا انا دونجا انا دونجا والله مش بشتمه بس انا دونجا لا ده حتى هو افتح دونجا دايما معاه عنده مشكله، عندي معاه مشكله مش عايزين نقولها عشان ما نتخانقش، بس انا عندي دايما معاه مشكله ان هو في حته كده ان هو لا عوض لي ده ولا عوض لي ده صح. انت بقى وجهه نظرك ما انت بتقول مصطفى شلبي ما عوضش بن شرقي. لا عوضه. مصطفى شلبي عوض بن شرقي. هل مصطفى شلبي نفس مستوى بن شرقي؟ دلوقتي لا بس بن شرقي كان في حته برضه ثانيه يعني. بن شرقي كان بينزل يخلص لك ماتشات بيخلصها. طب ما هو بيجيب اجوان يعني هو انا بحب شلبي جدا بس يعني برضه مش بن شرقي يعني. بن شرقي ده حته كده في الزمالك تقيله يعني. طيب انت شايف حوار تجديد زيزو ده هيمشي ازاي؟ هيجددوا له يعني بس على اخر الموسم لما يمسكوا قرشين كده. اخر الموسم لما يمسكوا قرشين. هو زيزو اخر موسم يعني اخر الموسم ده عقده هينتهي. ايوه ماشي هيجددوا له. هو ده اول تجديد. لو جددوا له ده اول تجديد صح؟ تاني تقريبا. ما هو قاعد مع الزمالك 6 سنين فاكيد جددوا له في مره. لا ما اعتقدش جددوا. ما هو 6 سنين وهو جايبينه 2019. طب ما احنا بقى له 5 يعني دي اخر سنه. لا جابوه 2018. لا 2019 يا في يناير مع خالد بوطيب. مش خالد بوطيب كنا عاملين عليه قلق انه مهاجم مغربي وجايب جوان ومش عارف ايه. كان زيزو ده ما حدش عارف
شوف سبحان الله. تعرف ان خالد بوطيب جه مع فرجاني؟ جه مع فرجاني وجه مع زيزو. تعرف مين جاب بقى فرجاني وخالد بوطيب؟ مين؟ تركي الشيخ. تركي الشيخ. انا سمعت الحوار ده. طيب انت شايف ان زيزو هيتجدد له؟ زيزو مش هيتفرط فيه؟ مستحيل. عشان خوفا من الجمهور؟ لا، عشان هو نجم الفرقه اكيد. يعني انت مش هترمي نجم الفرقه في ثانيه. يعني انت مش شايف يعني برشلونه عمل ايه مع ميسي عشان طب ليه انت ما جددتلوش لغايه دلوقتي؟ ما اعرفش. هو انا ابويا حسين لبيب عشان يا تتكلم. ابني انت بجد يا ابني انا مش قصدي كده. انا قصدي انت ليه ما جددتلوش؟ اكيد في حاجه هم هيعملوها وهيجددوها له. انت جددت الفتوح وجددت لصبحي وجددت لمين تاني؟ جدد لحد قريب محمد شحاته، بس هو ده مضى معاه. اشتريته. أيوة. هل انت زيزو جاي في السكه؟ ماشي. انت دي اخبار مؤكده يعني؟ مؤكده ان زيزو جاي السكه؟ هيتباع؟ لا مش هيتباع. انا اتوقع، عندي خوف انه ممكن يتباع. كلامه امبارح مع ابراهيم فاق قلقني قوي. قال انا لو همشي عشان افيد الزمالك. فانت لا، انا مش عايزك تفيد الزمالك يعني. انت شايف ان زيزو هيجدد له ان شاء الله؟ طيب اخر حاجه نتكلم في حاجه ثانيه ولا دي اقتراب بن شرقي؟ لا في لا، الاستغناء عن خدمات محمود علاء. لا اتكلم انت. والله ما بتكلم عليها. لا بس اتكلم. انا حلفت خلاص. هتكلم في نقطه. طيب لا، اتكلم فيها كلها. لا انت هتقوم ولا ايه؟ طب روح ولا ايه؟ لا تطلع بركاته يا اسطى. ده مروق بجد. اتكلم يا عم. فبس يا علام، خدمات محمود علاء بقى يا سيدي. اسمع الكلام يا عم. في المونتاج هجيبه هنا. خناقات وائل الابراشي دي. انا يا عم هقول كلمه وانت اتفق معايا ولا لا تتفق. ده وجهه نظر. انا شايف محمود علاء سيء، صح؟ سيء جدا. بس محمود علاء وياسر حمد اتباعوا الاثنين مشوا. قول لي مين مدافعين الزمالك؟ قول لي بقى مين مدافعين الزمالك؟ حسام عبد المجيد، حمزه المسعودي، الاثنين سد باجات. عندك تاني؟ عندك الونش اللي عنده 3 صليبي يا حبيبي. راجع لسه ما رجعش رسميا. وحتى لو رجع هل هيبقى مستوى يا حبيبي؟ ماشي، ما هو هيتدرج. يا عم ماشي. الونش هيلعب جنب حمزه المسلوسي. معاك حسام عبد المجيد بره. ماشي. مين بقى بره تاني؟ مين بيلعب في رجله مدافع في الزمالك غير حمزه المسلوسي؟ محمود علاء كان بيلعب برجله. بس ماشي. انت ايه اعتراضك على يعني انت نهايه بقى لا في الحته دي على كده خلاص. هات لي. انا اسف. اقتراب بن شرقي. والله محمود علاء ده كان كويس يا عم. ضربات جزاء. اقتراب بن شرقي. هو بن شرقي لسه هنا. ايوه، ما انا كنت هتكلم. سيبني اتكلم بقى يا عم. بقى انت مش الساعه كام يا عم؟ لسه ما جاتش 10 ونص. لسه ناقص 7 دقايق. ما 7 دقايق تتكلموا. بعد كده هنلم النكت. هو بقاله قد ايه؟ بقاله نص ساعه بالظبط. ماشي. بن شرقي امبارح قالوا ان هو مشي من الريان. تمام. وفي جاي له عرض من السعوديه والزمالك لسه مش على الطاوله. تمام. ماشي. فانت ما تعرفش. بن شرقي ده كان بيلعب في الزمالك قبل كده؟ ايوه. ما انا بقول كده يا ابني ده لعب في الدوري الفرنسي وراح الهلال السعودي وراح الوداد انا سمعت اسمه كتير. بس لعيب حلو قوي. كم ماشي. فالزمالك مش على الطاوله لحد دلوقتي. ماشي. وفي الاخر هيروح بيراميدز مثلا. لا انا اعتقد بن شرقي هيرجع الدوري المصري. هيرجع الزمالك لو رجع. بس انا لو هو اصلا خروج بن شرقي كان من الاول غلط، بس هو كان رغبته. يعني انت مش شايف ان ازاي؟ ما انت ما كلمتنيش برضه على اقتراب بن شرقي. ايوه ماشي. ما انت مش عايز اتكلم بقى. اتكلم. هو اللي سكت والله يا عم. هو اللي بيتكلم. هنزعل في اللوكيشن. خلاص كمل. بعد كل ده كمل مش عايزين نزعل في اللوكيشن. كمل. بص، بن شرقي امبارح قالوا ان هو مشي وشكرا ومش عارف ايه والكلمتين الحمضانين دول. ماشي. بيقولوا انه ممكن يروح السعوديه. ماشي. او ممكن يرجع الدوري المصري. ماشي. وفي برضه كلام بيقول ان هو هيرجع بيراميدز. هيرجع في مصر على بيراميدز. ماشي. فانا ما اعرفش هل بن شرقي هيدور على الفلوس ولا هيدور ان تمام الفلوس؟ طبعا مش يعني هيروح. يعني لو دور على الفلوس هيروح بيراميدز او السعوديه. هيروح السعوديه. بس هل بن شرقي هينجح؟ بن شرقي ما نجحش في الخليج. ليه؟ ما نجحش في قطر. بس بن شرقي عمل نص اللي عمله في الزمالك في قطر. لا. طيب هل ما تعرفش بقى. بن شرقي لو هو خلي بالك ممكن يرجع الزمالك يبقى زي الزفت ومصطفى شلبي بيلعب عليها اساسي. في الحته دي بقى، في حاله ان بن شرقي رجع الروتيشن هيكون ازاي؟
والله بص هل هيبقى في روتيشن زي ما شفنا فتره؟ مش عارف مين اللي كان بيعمل كده، اوسوريو حبيبك ده ولا مش عارف مين. على فكره زيزو امبارح قال عن اوسوريو ما كانش بيعرف يتعامل مع اللعيبه وكان عنده تكتيكات صعبه. ايوه ماشي، بس هو لما اللعيبه تمسك شويه تكتيكات بتلعب. ماشي يا اسطى، انت بتلعب تكتيكات فتوح قالها لك، قال له فاكرنا مانشستر سيتي. طيب انت يعني انت لو انت المدرب هتعمل روتيشن ما بين مصطفى شلبي وما بين بن شرقي. بن شرقي. لكن حاليا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه بن شرقي مش على رادار الصفقات الجايه. خلي بالك انت لسه عندك قيد. مشكله القيد عايز تتكلم فيها؟ لا انا مش عايز اتكلم فيها ولا الصراحه. طيب انا من رايي حوار بن شرقي ده انا مش فاهمه والصراحه مش عاجبني. يعني بن شرقي رجع ما رجعش مش هيفرق معايا، فرجاني سيسي رجع ما رجعش مش هيفرق معايا، طارق حامد رجع ما رجعش مش هيفرق معايا. طارق حامد جاله صليبي اصلا. يعني قصدي اللعيبه دي اللي هي مشيت من الزمالك دي وبعدت راحت للخليج والحاجات دي انا ما بحبش يجي تاني. يعني حمدي فتحي ده ما بحبوش لو انا اهلاوي يرجع الاهلي تاني، مع ان الاهلي محتاجه على فكره دلوقتي، بس مروان عطيه بدا يغطي يعني لا هو مغطي مروان عطيه، وخلي بالك حمدي فتحي هجومي اكتر، فانت عندك عندك امام عاشور. فاهمني؟ طبعا عندك امام عاشور. يلا منه ولا الكاس. انت قلت لي امام عاشور انزل اغنيه حزينه ولا طيب في حاجه تانية عايز تتكلم فيها في الحلقه؟ نفسك في حاجه تانية؟ لا الحمد لله اتبسطت في الحلقه النهارده؟ الحمد لله بامانه الله الحمد لله. انا حاسس ان انا ابراهيم فاق قوي. اكتب بقى رساله لجمهورك. اتكلمنا ان شاء الله الحلقه دي هتنزل باذن الله يوم الجمعه الجايه باذن الله هنزلها، وان شاء الله يبقى في انتظام في تنزيل الحلقات. حاول كل جمعه على الاقل ننزل حلقه باذن الله ونتكلم فيها على حكايه الزمالك. دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، استمتعت على بامانه الله. ان شاء الله نصور الحلقه الجايه ان شاء الله. مفيش هيكون في حاجه. لا مش هيكون في حاجه صحيح، بس ممكن يعني نصور اي حلقه. طيب فاروق نعم. انبسطت فاروق معانا في الحلقه؟ لا ما بحبكش اصلا. ما بتحبنيش؟ هو ده العشم برضه، اكبرك في اول الحلقه تصغرني في اخر الحلقه. لا ان احنا ما انت الصوره عايزين بقى. نعمل حاجه برضه، انا عامل فوت ونشوف هل ال 144 اللي بيتابعوا دي شفت هنعمل صادق ازاي مع نفسي؟ هل اطلع انا في اخر حلقه ولا اه تعال حبيبي ممكن اشيلك اصلا فوق انت. شوف بقى في المرايه انت زر ولا وطي سنة. هل سيب لا اله الا الله. هل هنعمل فوت هنشوف هل عايزين اوروبا مش عايزين دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب بس كده. سلام.